ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عامل معاكم وصفة أجنحة، صينية أجنحة، بس بجد والله تحفة. لو جربتوها تحفة. ده الأكل بتاعنا النهارده، يعني هنتغدى بالنهارده. هي أكلة اقتصادية، ما يعني كيلو الأجنحة ب70 جنيه، وطماطمتين وبصلتين، يعني أكلة اقتصادية خالص. أبشر بصلتين، ومعاهم وأبشر طماطمتين، وأقطع عليهم قرنين فلفل. معلش انا يعني لسه جديده، مش عارفه اتكلم قوي لسه، يعني ما اخدتش على الكلام على الفيديو، يعني سامحوني. والله بحبكم قوي، ربنا يبارك فيكم ويصلح حالكم واحوالكم يا رب. هنحط عليها البصل والفلفل الحراق والطماطم. الواحد لازم يعني ايه، مش على حاجات غاليه، يعني 70 جنيه او 69 جنيه، حلوه قوي. وطعمها والله بيبقى تحفه. حط عليها ملح وفلفل اسمر، وعصور عليها ليمون، وادعكها كده كلها ببعضها. بسم الله ما شاء الله. ادعكها بليمونه. الواحد لازم يعني في الظروف الغاليه دي، كل حاجه طبعا غاليه، الواحد لازم يوفر ويدبر نفسه. مش كل حاجه، مش هنعيش في كله غالي غالي. أكلة اقتصادية وحلوة والله، وبتبقى طعمها يعني جميل. ادعكها كلها في بعضها، وبعدين احطها في الصينيه. وانا حطيت عليها معلقه سمنه بعد كده، يعني كنت حطيتها ونسيت، وافتكرت بقى حطيت عليها معلقه سمنه، بس ما كنتش صورتها. رصيتها في الصينيه. هو ده غدانا النهارده. رصيتها في الصينيه وبقى طعم الطماطم دي، بتبقى التتبيله دي جميله قوي، يعني تغمسي بيها بتبقى طعمها تحفه. يعني اللي هيجربها، انا عارفه ان كلكم شاطرين بس ده الاكل اللي احنا بناكله في بيتنا، يعني يعني ايه اللي بعمله، هو الاكل اللي بطبخه لبيتي. يعني مش بقول لكم ان انا بعمل اختراعات ولا الحاجات دي، بس ايه، حاجات بسيطه بنراضي بها الولاد، والحمد لله، وربنا يديمها نعمه علينا يا رب. اكيد حضراتكم بتعملوها وبتطلع جميله. ارش عليها كل التتبيله، واحطها في الفرن وتستوي بقى في الفرن. ولع عليها من تحت الاول لحد ما تقرب تستوي وتشرب كل الميه اللي زردتها. حطيت عليها معلقه سمنه، بس ما كنتش بقى صورتها. حطيتها تحت، وبعد كده ايه، عليت يعني، ولعت بقى الوش في اخر ربع ساعه. وهنا عملت رز حبه وحبه، بقى طعمه حلو احسن، يعني ولادي بيحبوا عن الرز بشعريه. لو انتوا عاوزين تعملوا بشعريه عادي، يعني كل واحد واللي بيحبه طبعا. بس ده ايه، ده غدانا النهارده. حمرت الرز، وحطيت عليها بقى ايه، شعرة فلفل اسمر، يعني نص معلقه، نص معلقه فلفل. دي بقى بتدي للرز ده طعمه ايه، بتخلي طعمه جميل قوي. لو جربتها مره يعني هتعملوها على طول. وشوحته حبه، وبعدين حطيت عليه الميه. ربنا يصلح حالكم يا رب، وحالنا وحال وحال كل المسلمين يا رب.